السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ عرية. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة جميلة كلنا بنحبها، هي كفتة الحاتي. هنعملها بطريقة مظبوطة جدا وهتطلع احسن من احلى محل جبتي منه ان شاء الله. عندنا دلوقتي كيلو الا ربع كفتة، كيلو الا ربع لحمة مفرومة. وعشان اللحمة بتاعتي حمرة، انا عندي ليا بشرتها بالمبشرة في الفريزر، فهي ناشفة سهل عليا، بشرتها بالمبشرة حتة مش كبيرة، يعني قد قطعة اللحمة كده اما بتقطعيها. على الكيلو الا ربع. هو المفروض ان الكيلو يبقى مثلا عليه حوالي 200 جرام، فدي حوالي 100 جرام. ودي بصلة مبشورة ومصفية منها المية كويس جدا. وادي التوابل، مش هنحط توابل كتير عشان ما نضيعش طعم اللحمة. هحط اللية كده على اللحمة واوزعها كده في وسطيها. لو ما عندكيش ليا اي حته دهن، انا ساعات بيكون الجزار حاطط لي حته من الدوش كده دهن ولا حاجه في حرف اللحمه، بقطعها واحطهم في كيس واحطهم في الفريزر. اما اكون عايزه لكفته لحواوشي حاجه. ادي زي التوابل ما قلنا، معلقه ومعلقه كامله صغيره فلفل اسود وملح و... وشويه بهارات لحمه. وما تكتريش عشان طعم اللحمه يبقى باين. هنعجن بقى اللحمة كويس جدا بتفل البصل. المية بصوا انا حطاها في بولة صغننة لوحدها، هنستخدمها دلوقتي. هعجنها كويس جدا لحد ما انسكت اللحمة والبصل والتوابل يختلطوا واللية كويس جدا. ودي اهم حاجة يا جماعة، واول تكة من تكات الكفتة انك تعجنيها كويس جدا كأنك بتعجني عجين، لحد ما احس ان بصوا انسكت اللحمة بقت بصوا بتطلع زي ما يكون شعيرات بينها وبين بعضها. تمام كده. وهسيبها بقى في التلاجة تتشمع. ودي برضو تاني تركة من تركات الكفتة، لازم اسيبها في التلاجة على الأقل ساعة. لو مستعجلة حطيها في الفريزر، لو مش مستعجلة تبليها من بالليل واعمليها تاني يوم. دلوقتي بقى هنعمل صينية جلاش، عشان واحدة عزيزة عليا جدا قالت لي لازم اعمل صينية جلاش تانية بس تكون مدورة، علشان هي عايزة تشوفها تعملها ازاي مدورة. فانا دلوقتي خدت اهو 3 كوبايات دقيق الا ربع بمكيال المعياري ده، يعني خدت 2 مليانين والتالت ناقص يجي ربعه. وحطيت عليهم معلقه ملح صغيره وهنخلهم في الطبق. احنا هنعملها على السريع كده لان الخطوات دي انتوا شفتوها قبل كده، فانا شايفين مسرعه الفيديو. نخلت الدقيق مع الملح وهحط عليه الميه وهعجن. المره اللي فاتت انا جيت اعمل النشا، فجيت اطلع الكيس لقيت الولاد قاطعينه ونص الكيس مدلوق في الباسكت. عشان كده حطيت نشا قليل، وزي ما انتوا شفتوا كده كانت مغلباني وانا بطلع الرقات من بعضها. لكن المره دي اشتريت نشا وحطيته في برطمان عشان ما حدش يدلقهولي تاني. حطيته في برطمان وكتبت عليه نشا عشان ما اتلخبطش فيه. هنعجن كويس وهنعملها المره دي ونكتر بقى النشا براحتنا علشان الرقات تطلع سريع سريع ما نتعطلش، عشان احنا حاطين الكفته في التلاجة تتشمع وهنرجع للكفته تاني. بس انا هعجن دول واقطعهم ونرجع نعمل الكفته، وان شاء الله الاتنين يدخلوا الفرن مره واحده. هقولك ان شاء الله الكفته دي هتعجبكم جدا جدا، وهتضطروا ان انتوا تعملوها وهتبطلوا تشتروا من بره. حقيقي حقيقي طالعه جميله جدا. احنا عجننا اهو كويس جدا جدا لحد ما اتلمت. وحاولي تعجني فيها حبه حلوين كده لحد ما العجينه تنعم في ايديكي وتتلم كويس. العجينه دي يا جماعه مش طريه، ماشي، ماسكه نفسها يعني علشان تعرفي تفرديها. معلش الكاميرا عماله تتهز، انا مشغله المروحه جنبي يا جماعه، الجو حر جدا. اهو كده خلاص، وهسيبها ترتاح 10 دقايق كده. اها ارتاحت 5 دقايق بس كده، وهقطعها واسيبها ترتاح وهي متقطعه. هنعمل بقى القطعه صغيره لان احنا عايزينها ايه، صينيه مدوره. وعشان ما نقعدش نقطع ونعمل، فهنصغر قد البيضه البلدي كده يا جماعه.
البيضه البلدي الصغننه كمان البشاير اهو. هنقطعها كده كلها، هقطعها بقى وارجع لكم عشان مش عايزه ايه الفيديو يطول عليكم. انا بس قطعت كام واحده عشان اوريكم الحجم قد ايه. شايفين صغيره خالص اهي، يعني قد الليمونه الكبيره. هنقطعهم كلهم ونحطهم على صينيه ونغطيهم ببلاستيك علشان وشهم ما ينشفش. هنرجع بقى للكفته بتاعتنا. اتشمعت اهي في التلاجة. انا حطيتها في الفريزر حوالي ساعه. اتشمعت اهي ومسكت نفسها على الاخر. الطبق اللي احنا حاطين فيه ميه البصل يا جماعه. بصوا هنحط اهم حاجه كمان، ادي التركه التالتة يا جماعه، خليكم حافظين صحصحوا كده معايا. معلقه صغيره بيكنج باودر، دي بقى هتخليها ما تكشش. يعني ولو كشت هتبقى كشت بنسبه يعني صغيره جدا، الصباع زي ما هتعمليه كده هتلاقيه. غير بقى ما بنعملها وتبص تلاقيها نزلت الميه قد كده والصباع كش بقى نصه. لا، وده ميه البصل. حطيت عليه يا جماعه بالمعلقه الصغيره دي ربع معلقه صلصه، ربع عشان بس تلون البصل، ومعلقه واحده كبيره زيت. ماشي. هعمل بيه ايه بقى؟ ده هبلي ايدي وانا بصبع على السيخ. انا هقلبها مع بعض كمان كده مره كمان، وهاخد منها يلا وعلى السيخ. هبلي السيخ الاول بميه البصل كده عشان لما اجي اسحبها تطلع بسهوله، وهصبعها. انا بقى محضره ايه هصبع عليه. معلش كنت بحط شويه ملح عشان حاسه ان هي حطيت ملح قليل انا وانا بعجنها اول مره، فزودت معلقه ملح صغيره. هي كده تعتبر الكيلو الا ربع، خد معلقتين ملح صغيرين من معلقه الشاي دي، معلقتين. دي بص يا جماعه صينيه وحط عليها شبكه، لان برضو تركه الكفته دلوقتي كام دي الرابعه. ما تحطهاش في الصينيه. ليه؟ بتنزل ميتها في الصينيه وانتي بقى بتستوي في الميه ديت ما بتبقاش حلوه خالص، ومش زي اللي بنجيبها من بره. انتي هتحطي شبكه، اي شبكه بتاعه الفرن الكهرباء الصغيره، بتاعه شوايه، اي شبكه هتحطيها على اي صينيه على قدها، وهتصبعي وتحطي على الشبكه، وهتصبعي وتحطي على الشبكه. تمام كده. انا دي الشبكه اللي بعمل عليها التورته، حطيتها على لاني عايزه صينيه مدوره كبيره فحطيتها على صينيه مدوره. اما بكون بعمل في الصينيه المربعه بحط الشبكه بتاعه الفرن الكهرباء اهو. وهتصبعي على السيخ وتبلي ايدك بله خفيفه، صوابعك بس كده، وانتي بتضغطي على الصباع كده وتعملي له التموجات دي علشان يبقى الصباع كده زيه زي اللي بره مش املس. وطبعا السيخ بيديله تجويف من جوه. لو ما عندكيش السيخ بتاع الكفته مفيش مشكله، خدي عصايتين 3 كده 4 بتوع شيش تاووك، واعمليهم مع بعض كلهم كده، ربطيهم مع بعض بفتله من فوق وتحت او حتى بسولوتيب واعملي عليهم. لو عندك معلقه خشب ايديها مدوره اعملي برضو عليها مفيش مشكله، اتصرفي يعني. اهو هنصبع بص يا جماعه، وهنبل ايدنا بالبصل اللي عليه معلقه الزيت. شايفين مخلي الكفته بتلمع ازاي؟ وهتجزعيها بصوابعك كده بس كده، تبقى مموجه كده، متبقاش املسه يعني كده خالص، املسه متبقاش ملساء يعني كده مسح والتجزيعه دي بتديها شكل جميل بعد ما تستوي زي بتاعه الراجل بالظبط. هبل ايدي واضغط كده على صباع الكفته واروح سحباه، وهحط على الصينيه جنب بعض كده. هي طبعا لا هتلزق في بعض ولا حاجه لحد ما اخلص كميه اللحمه كلها. تمام اهو. شايفين انا بحاول اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا الصباع بيتعمل. طبعا انتوا ما شاء الله كلكم عارفين كل حاجه، بس احنا يعني اهو برضو يعني بنعرف بعض. اروح مجزعها شويه كده، عامله له تموجات كده جميله عشان يبقى لا اللي بنعملها في البيت ونحط عليها برغل دي حاجه مختلفه يا جماعه، مش كفته حياتي. اهو خلصنا كله يا جماعه اهو شايفين. هركنها جنبي بقى شويه كده تهدى مطرح ما صبعتها، وهولع الفرن تسخن. ادي التركه اللي بعد كده، معرفش الخمسه ولا السته، ان ما تحطيش الكفته على فرن لسه مولعاها، لازم الفرن يكون سخن عشان اللحمه تاخد صدمه على طول. نسيت الصينيه يا جماعه هنحط فيها شويه ميه وورقتين لورا علشان البخار ده هيطلع يخلي الكفته لسه طريه زي ما هي. ادي كمان تركه.
ماشي. طبعا كده كل الدهون وكل الميه اللي هتنزل من الكفته هتنزل في قلب الصينيه، مش هتخلي الصينيه الكفته منقوعه في السوائل دي. ادي شويه روزماري براحتك، وهنحطها على جنب كده لغايه ما نولع الفرن وتسخن شويه. نرجع بقى ايه للعجين بتاعنا عقبال ما الكفته تريح والفرن تسخن. هنكون فردناهم قوام كده ان شاء الله. ادي النشا يا جماعه، حطيته في برطمان عشان احافظ عليه والله. هنمسك بقى الكور كده، يلا نفرد واحده واحده. انا عاملاها طبعا صغيره فهتتفرد بسرعه في ثواني اهو. طبعا عشان مدوره هتفردي مره من تحت ومره من فوق عشان تحافظي عليها انها مدوره. بصي من كل النواحي، خدي من النص على بره، دوسي من النص على بره من كل جنب مع بعضه. وادي النشا، شايفين بقى متوصيين المره دي بالنشا. ما تقلقيش النشا الكتير اللي هتحطيه هتلميه بعد كده، حطيه بس في كيس لوحده، ما تحطوش بقى على النشا اللي ايه الجديد اللي في البرطمان. حطيه على النشا لوحده، فرديه في صينيه وسيبيه لتاني يوم، هيكون اذا كان ندى من العجين نشف، وحطيه في كيس لوحده. اما تيجي تعمليه مره تانية خديه برده وافرديه بيه. اهو انا خلصتهم قوام. وريتكم كام واحده بس، طبعا انتوا عارفين وشفنا المره اللي فاتت. اهو كده كلنا حطيناهم على بعض اهو. هسويهم بس على بعض كده، واللي هلاقي فيها حته ما فيهاش نشا هحط لها عشان ما يغلبناش ونفرده بسرعه اهو. هدوس عليه كده من كل الجناب، من حوالين داير كده ايوه، واحط تحته نشا وكل حاجه، وهجيب النشابه اكمل بقى فرده بالنشابه. وبرصه من كل ناحيه مره، بص من جوه على بره، من جوه على بره اهو، من كل ناحيه مره. هتلاقيها طلعت معاكي مدوره. وطبعا مش عايزين نفرد بقى قوي، يعني انت تبصي عليه عشان احنا مصغرين العجينه، فمش تفضلي تدوسي لحد ما يبقى رقيق لدرجه ما تفتحيهوش من بعضه. تمام، هتفردي وتبصي عليه لأول ما تلاقيه خلاص بقى حلو رقيق كده، يبقى هنوقف بقى، نوقف فرد اهو. شايفين ما شاء الله وسعها ما شاء الله زي الصينيه الكبيره اللي انا كنت حاطه فوقها الكفته اهو. ننفض بقى كده بالراحه، لان انا لما بنفض كده للاسف صوابعي بتفتح العجينه بس بصوا رقيقه بقى وصوابعي باينه من وراها اهي. تمام كده تمام اهو. هشيله بقى على جنب كده عشان ننضف بقى الرخامه بتاعتنا ونقعد ايه نشتغل على رواقه اهو. حطيته هنا كده، هنمسح الرخامه وجبنا الصينيه دي. الصينيه الحبيبه بتاعتي اللي ما بغيرهاش، بتاعت الباستا فلورا والبسبوسه. الصينيه دي الصراحه يعني كتر الف خيرها معايا، شغاله في كل حاجه اهو. احط كده بقى السمنه انا حاطه برضو سمنه، انا بستعمل يا جماعه دايما السمنه البقري، سمنه بلدي بقري. ليه؟ خفيفه شويه عن الجاموسي، وفي نفس الوقت انا ببقى محوشه القشطه قد كده، بطلعها مره واحده واروح عاملاها ان شاء الله اعملها في فيديو معاكم بعملها سمنه. فبيبقى عندي سمنه جاموسي دي من البيت، وبشتري من بره اما اعوز السمنه البلدي البقري، وبحط عليها معلقتين زيت ذره زي ما قلت لكم. فانا مسيحاها وعليها معلقتين زيت ذره. هحط بصوا يا جماعه رق وكل الزياده هخليها بره الصينيه. ليه بقى كده؟ هقول لكم دلوقتي. شايفين العجينه ما شاء الله عامله زي الاستيكيه، بتشديها من كل النواحي بتفرد معاكي اهو. شايفين بسكنها كده في الجناب واروح دهنه سمنه. طبعا لازم كل رق تدهن اهو. شايفين اهو، نفرد ونخلي الحروف بره. ايوه كده تمام. خلي بالكم بس لما نيجي من النص هنحط الحشو اهو. شايفين بيطلعوا من بعض بسهولة جدا. السر طبعا في ايه؟ في النشا اللي بنحطه بين الرقات وبعضها اهو. مفيش اي مشكلة، هننفض بس النشا كويس على قد ما نقدر، واللي تتقطع منك ولا يهمك
الحاجات دي كلها بتبقى في قلب الصينيه، مفيش مشكله يا جماعه، ما تقلقوش. حتى الرق اللي فوق لو كان مقطوع برضو مش هيبان، كل ده مش هيبان. هلم بقى النشا اللي على الرخامه ده كده عشان نروق كده حوالينا. وهجيب اللحمه، شايفين اللحمه جميله ازاي بقى؟ دي اللحمه معصجاها بطريقه جميله جدا، بصل وبتشوحيه مع اللحمه، وبعد كده بتقطعي طماطميتين تلاتة كده صغننين، او واحده، لو واحده كبيره يبقى واحده كفايه، وقرن فلفل حامي على قرن فلفل بارد، وتقطعيه رفيع جدا وتحطيهم على اللحمه تشوحيهم معاها، وتوطي عليها وتسيبيها بقى مع ربع كوبايه ميه وشويه فلفل اسود وشويه بهارات وملح وبس، وسيبيها على نار هاديه. بصوا بقى يا جماعه، كل الحروف اللي سيبناها بره دي بعد ما حطينا اللحمه هنقفل بقى على اللحمه، علشان لما تقطعي القطع ما تخرجش اللحمه من ورا، من ظهر حته الجلاش، لان احنا هنشوف دلوقتي هنقطعها ازاي. احنا مش هنقطعها زي ما قطعنا التانية مربعات. اهو بصوا، هجيب رقرق اطبق الزياده وادهنها، ادهن الحروف اللي طبقتها سمنه، واجيب الرق اللي بعده، وهكذا لحد ما اوصل لاخر واحد كان تحت. اهو بصوا اتقفلت من ورا ازاي، حوالين داير كده، يعتبر مقفول على اللحمه. خلاص خلاص تمام. هدهن سمنه بقى وابدا ارص الرقات التانية. اهو هجيب كده واحط زي ما عملنا تحت هنعمل فوق، بس المره دي بقى مش هنحط الحروف من بره، لا احنا هنفرش على وش الصينيه. اهو شايفين ما شاء الله بتمط معايا ازاي؟ اهو. واي زياده بقى هدهن الاول الوش سمنه، ايوه، وبعدين الزياده هطبقها على الصينيه. بصوا هطبق، على فكره بتبقى جميله جدا اما بتبقى الحروف عاليه شويه عن وسطيه الصينيه، بتبقى الخرطه كده جميله زي الكيكه كده ما شاء الله. شايفين بصوا بتمط معايا ازاي يا جماعه؟ العجينه ما شاء الله ما شاء الله. اهو كده خلصناها. شايفين انا جايبه بوله صغيره يا جماعه؟ بصوا هعلم في نص الصينيه بالظبط بيها. اهو هضغط بس ضغطه كده خفيفه عشان الخط يبان قدامي، وهمشي عليه بالسكينه، وهمسك بقى اللي حوالين داير ده واقطعه كده ايه، قطع حوالين داير كده، هتبقى على هيئه ورده جميله الصينيه. اهو شايفين زي الورده بالظبط. اهو. والمفروض كمان ان انا اللي في النص دي كنت هقطعها 4/4 بس نسيت، فاقطعها بعد ما تطلع مفيش مشكله. يلا على الفرن على طول، دخلتها ودخلت الكفتة جنبها، الفرن سخنت خلاص. هجيب بقى احضر اللبن وعليه البيضة وشوية ملح وشوية فلفل زي المرة اللي فاتت، وهستنى لما الصينية تتشمع وهحطهم على وشها. المرة دي بقى صورتها الحمد لله. اهو هربهم كويس جدا علشان ما يبقاش فيه قطع ولا بياض ولا صفار باينة في اللبن، لان دي اما تحطيها على الوش هتعلم بقى، هيبقى زي ما يكون بيض مسلوق بقى على الوش، فلازم تضربها كويس جدا. بصوا اتشمعت ازاي يا جماعه، حتى اتنفخت شويه ازاي ما شاء الله. بس حطت اللبن عليها ويلا على الفرن بسرعه. زي ما شاء ده الخضار بتاع السلطه. اهي الصينيه طلعت كده جميله، شايفين ما شاء الله لونها جميل وكل حاجه، بس هو النص بس اللي هقطعها 4/4 دلوقتي، ولونها مظبوط وشايفين منفوخه وفي منتهى الجمال، طبعا من اللبن والبيض بيخليها تعلى لفوق شويه. وادي كمان الكفته طلعت، شايفين بقى ما شاء الله. بصوا طريه ازاي يا جماعه. الكفته لازم تخش على فرن سخنه، واول ما تحمر هتطلعيها على طول. شايفين انا خدتها ادوقها يا جماعه معلش علشان اتاكد ان الملح مظبوط، عشان لو محتاجه ترش عليها وهي سخنه رشه خفيفه كده هتدوب عليها وهي سخنه الملح. هجيب بقى طبق مليان ما شاء الله ايه، بقدونس، عشان نظبط الاطباق بقى كده زي اللي جايه من المطعم بالظبط. اهو طبق عليه بقدونس، وهرص يا جماعه الصوابع جنب بعضها ما شاء الله كده. شايفين يا جماعه بتشتريه جاهز واكتر كمان، شايفين قد ايه ما شاء الله. ورشينا على وشه بقدونس كمان،
وشايفين مكان الفراغات مطرح السيخ لسه موجودة زي ما هي. هنسلك بقى كده قطع الجلاش الجميل ده ونرص في الاطباق. شايفين بقى الخرطة، انا كنت ممكن على فكرة بعد ما تحطي اللبن والبيض لو عايزة ترشي رشة سمسم، رشة حبة البركة على وشه بيبقى جميل، بس انا برضو نسيت. اهو هنقطع كده. شايفين بقى الخرطة في بصوا مقفولة من ورا ازاي يا جماعة؟ ده عشان احنا التطبيقة اللي عملناها دي اهي مقفولة من ورا خالص، اللحمة كده ما تبقاش بقى باينة من كل الاربع جهات، الحتة اللي قطعناها بس. شايفين من جوه ما شاء الله، شايفين الرقات وطعمه تحفة ومش حلو، ده جميل جدا يا جماعة والله جدا. ادي بقى، وادي خيار بقطع وطماطم عشان اللي ما بيحبش السلطة. يا ريت يكون عجبكم الاكل، لو عجبكم شير ولايك وسبسكرايب لمطبخ حورية، والسلام عليكم ورحمة